تابعت الحرب. عصام الحضري عامل حاله كده بقاله ايه اللي عمله عصام الحضري؟ النهارده ضرب بعد قنبله الفطار النهارده. النهارده. النهارده عصام الحضري ضرب قنبله. انا طبعا مختلف معاه مع كامل الاحترام، انا بحب الحضري السد العالي وحارس مرمى، ما حدش يقدر يختلف على الحضري يعني. مم. بس بس هو مختلف كان رد معاه في فعل اللي كمان، عمله. يمكن رد ورد فعل. فعله تقيل قوي. ايه ده؟ ايه هو القنبله اللي فجرها دي؟ قول القنبله علاء، ايه اللي حصل؟ الكابتن احمد حسام ميدو كان طلع في برنامج اسمه بالحبل السري. كان ضيف اول حلقه في رمضان او ثاني حلقه في رمضان. طلع المذيعه سالته رايه في ايه في قرار رحيل الحضري عن منتخب عن منصبه كمدرب حراس مرمى المنتخب الاولمبي. قال ان ده الحضري عادي، يعني ما حدش بيتفاجئ. الحضري ممكن يمشي ويجي، يمشي ويجي، يمشي ويجي. لكن المشكله ما كانتش عند كده. قال لك الناس متعوده على عصام الحضري يعمل اي حاجه في اي وقت والكلام ده كله. وقال لك ان الفلوس بتاثر على قرارات عصام الحضري، ودي كانت نقطه، دي كانت بدايه الشرار. يعني كانت تصريحاته كلها عاديه جدا. وقال لك ان عصام الحضري مشتت، وان في بعض الناس ممكن تضحك على عصام الحضري. يعني ده كان بدايه الضرب بين ميدو. يعني انا كنت متابع الحوار باهتمام شديد جدا. المهم رد الحضري دلوقتي فقال لك لا، المشكله في ايه بقى؟ قال لك ان فالمذيعه بتقول له هل ممكن عصام الحضري يرجع تاني يدرب تاني منتخبات؟ قال له يرجع لو الناس اللي بتشغله، الناس اللي بتشغل عصام الحضري ترجع تدير اتحاد الكوره. وميدو كان يمتلك الشجاعه الادبيه بشكل كبير جدا. قبل ما المذيعه تقول له تقصد مين من الناس دي، قال لك هنا بريده، المهندس هنا بريده واحمد مجاهد. قال لك ان هم دول اللي بيحركوا عصام الحضري. طبعا عصام الحضري ما فوتش فرصه. جه النهارده بعد الفطار رد، كان رد قاسي جدا جدا. قنابل عصام عصام الحضري طبعا، وقعد يقول لك انا اسطوره، انا ما حدش بيمشيني، وانا العالم كله بيلف ورايا، والمنتخبات كلها يعني سوريا دي لما بتطلبني عشان انا اسطوره والكلام ده كله. لكن المشكله ان هو وجه هجوم رسالة عنيفة عنيفه جدا. للكابتن ميدو، وكمان دخل معاه كابتن بركات، واتهم الكابتن بركات ان هو ضلل الراي العام في قصه رحيله. وقال ان عصام الحضري فيما معناه، يعني قال ان هو وجوده كان ضد رغبه بركات من البدايه. وقال ان بركات طلع هاجمه كتير جدا في القناه بتاعته. وقال لك ان بالصدفه ان بركات وميدو هم الاثنين بيشتغلوا في قناه واحده. وقال لفظ صعب جدا، قال لك هناء وشيرين، يعني حتى قال هناء وشيرين بيحاربوني. فدي كانت قنبله عصام الحضري بعد الفطار. طبعا اكيد. انا شخصيا مش موافق على الكلام ده، لكن في النهايه من حق الحضري يرد. اذا كان ميدو او الكابتن بركات باعتباره مشرف على المنتخب الاولمبي، كان زي ما على روايه الحضري يعني، كان بيغلس عليه او بيغتت عليه او عايز ما كانش يمشيه، عايزه، او مش عايزه وعايز يمشيه. وقال معنى الراي العام الكلام ان فيتوريا، ان اسف، ان المدير الفني المنتخب الاولمبي مش عايزه. ميكالي راح عصام الحضري قال لك ثاني يوم رحت قابلت ميكالي، انت مش عايزني؟ قال له لا، مين قال لك كده؟ لا انا عايزك وعايزك مستمر معايا، بس اتحاد الكوره هم مش عايزينك. يعني وضحت القصه كده. ده حسب روايه عصام الحضري. وكابتن بركات طلع قبل كده وقال روايه ثانيه مختلفه تماما عن اللي قاله عصام الحضري النهارده. لكن انا اللي وقفت عنده ان هو هجومه العنيف لا، عصام كلمه الحضري هناء وشيرين كبيره دي، قوي، يعني انه كبيره يقول قوي. لا ما يصحش. يعني ما يصحش. دول نجوم كبار وناس بتقود الكره المصريه. فريق يا كابتن عصام، يعني ضبط النفس وضبط الاعصاب. من حقك ترد ومن حقك تعقب طبعا على التصريحات، لكن شويه بلاش التصريحات اللي ممكن تعمل ازمات اكتر. ورمضان كريم. رمضان كريم يا كابتن عصام. رمضان كريم.